والفتنة العظمى أن هنالك من جعل وجود وسائل التواصل الاجتماعي فرصة له ليعيش مع النساء في أكثر أوقاته، يبحث عن هذا ويريد يتصل بهذا ويعيش مع هذا إلى غير ذلك من أنواع الفتن. هذه حياة اللئام، هذه حياة اللئام، حياة الذئاب البشرية، حياة السقط من الناس، هذه حياتهم التعسة العفنة عياذا بالله. فيا معشر المسلمين، إنكم تعيشون في عصر رخصت فيه أعراض النساء وبيعت أعراض النساء بمبالغ عند دول وأحزاب وجهات وفرق وأفراد. فاحذروا من التخبط، واحذروا من التلون، واحذروا من الذهاب يمنة ويسرى. فبعض الناس غيرته متى زنت المرأة هنالك يقوم بقتلها. لا، ما هكذا، لا ما هكذا، وإنما الغير المحمودة أن يحافظ على المرأة فلا تصل إلى الرجال ولا يراها الرجال ولا يتصلون بها ولا فستبقى أنت في عافية وهي في عافية وسلامة. فلهذا معاشر المسلمين المطلوب المحافظة على النساء غير محمودة، شرعية مزبورة بأحكام الشريعة، لا شرقية ولا غربية. فالديمقراطية أفسدت على المسلمين كثيرا وكثيرا، أضرت ببعض المسلمين كثيرا الذين قبلوها وما فيها من الرذائل والموبقات. فالديمقراطية هي بؤرة المنكرات، فدعت إلى محق العفاف وإلى قتل الفضيلة وإلى رفع الرذيلة وتشييد الرذيلة، ودعت المرأة إلى أن تكون سلعة يتاجر بها كما يتاجر بالسلع المباحة عياذا بالله، عياذا بالله.